السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبتين فيكم. راح أتكلم عن فوائد أرجل الدجاج، رجلين الدجاج أو رجلين البط أو رجلين الوزة، بطة يا بطة. على فكرة في ناس كتير يعني، وأنا من اللي كنت بعتقد إنها بتترمى. إحنا أساسا ما بنجيبهاش من عند الراجل تبع الدجاج. هلقيت صارت موضة جديدة، بيحطوها في السوبر ماركت بطبق فل، بيحطوا عليها ليمونة وبيغلفوها بيبيعوها. الناس كانت تجيبها للقطط، اخوي بيجيبها للكلاب اللي عنده بالمزرعة. بس طلع إلها فوائد ايش كتير كبيرة. طبعا انا مش بتمسخر، بالعكس والله العظيم انا دقتها عند ناس. اول حاجة استغربت، بعدين دقتها هيك كأنها تسالي لذيذة. جربوها، اما تسلقوها او تحمروها، نتبلها ونحمرها مع شوية زبدة ونحطها بالفرن تستوي هي على طول اساسا. فوائد أرجل الدجاج أو الوز أو البط، بتحتوي على بروتين الكولاجين اللي بيقوي العظام. إيش رأيكم؟ معلومات أكيدة هذا، أنا ما بتمسخر يعني. ما حدش يقول شوف إيش بتتريق علينا وبتقولنا كله أرجل دجاج. اللي بده ياكل ياكل، ما بدوش ياكل ما ياكلش. أنا صراحة أكلتها مرة واحدة بس، هاكلها لأنها أساسا بتتسلق وبتتسلخ، يعني مش بتاكل الرجل زي هيك وبتقطع أصابعها عشان مكان الأظافر. بتخلصنا من التهاب المفاصل، يعني مفيدة جدا لالتهابات المفاصل. بتنظم ضغط الإنسان، يعني اللي عنده ضغط بتنظم له الضغط. شوف سبحان الله، يعني الدجاجة كلها فيها فوائد، ما عدا طبعا بطنها المصارين، هي الكبدة والقوانص اللي بناخده منها والباقي بنرميه. بتثبت نسبة الحديد في الجسم، مفيدة للأنيميا عند الأطفال. وعلى فكرة لو شجعتوا أولادكم ياكلوها، عملتوها بطريقة حلوة حياكلوها، لأنه أغلب الأطفال عندهم أنيميا الأيام هذه. السندويشات اللي بياكلوها من برا، الشيبسيهات، الاندومي والحاجات ما فيهاش فايدة. لا، رجل الدجاج فيها فايدة عن كيس الاندومي. طبعا عارفة بتضحكوا عليها ليه. بتجدد خلايا البشرة، مفيدة للبشرة والله لكل. بتعطي نعومة ومرونة للبشرة للجسم كله. مفيدة للشعر، جدا مفيدة للشعر. بتقوي الأظافر، البنات اللي ايش بتحب تقوي أظافرها. طبعا أفضل طريقة لأكلها قلت لكم، مشوية أو تتسلق ويترش عليها شوية بهارات. جربوها وطعمها لذيذ والله، وربنا يرزق الجميع. هي مش عشان إنه والله أنا مش قادرة أجيب، لا بالعكس، هي مفيدة جدا. نجربها مع بعض ونقول إيش رأينا فيها. طعمها لذيذ. لايكاتكم، اشتراكاتكم، تعليقاتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.